عندك شوية جوزة هند باقيين من رمضان وسايباهم في قلب باب التلاجة لحد ما ينشفوا؟ لا ما ينفعش. تعالي ما اقولك نعمل بيهم ايه، صنف حلويات حلوة قوي، سريع وسهل وموفر، وهتفرحي بيه اولادك. تابعيني بذكر الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دعاء محمد. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة وسريعة ولذيذة، يعني بمعنى أصح لو عندك ضيوف جايالك تقدري تعملي وصفة الحلويات دهيت. هيشرفك قدام ضيوفك، واقل وقت هتعمليه وفي اقل الامكانيات كمان. يلا نبدأ الفيديو، وما تنسينيش باللايك والاشتراك، ولو اول مرة تشوفيني هتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل الوصفات اللي بقدمها. مبدئيا كده الوصفة اسمها كرات جوز الهند. بسم الله. معايا هنا حلة على النار، نزلت بمكعب من الزبدة كبير، تقدري تستبدليه بمعلقتين من السمن المتوفر عندك حطيه. اول ما الزبدة ساحت معايا هحط كوبايتين اتنين من جوز الهند المبشور. والكوبايه اللي هتعايري بيها جوز الهند هتعايري بيها بقيه المكونات بتاعتنا. هديها بقى كده تقلبتين لحد ما اتاكد ان جوز الهند كله اتشرب من الزبده، وان حبيبات جوز الهند اتغلفت بالزبده كويس. شايفين بالطريقه دي؟ يعني ما بمسكها في ايدي بلاقيها مدهننه معايا. بعد كده هنزل بحوالي كوبايه من اللبن، نفس معيار كوبايه جوز الهند يا بنات، وهديها بقى تقلبتين. واحده واحده هتلاقي ان جوز الهند ابتدت تتشرب اللبن معاكي. وعايزه اقولك على حاجه مهمه، لازم تستمري في التقليب علشان جوزة الهند ما تتحرقش معاكي. والنار تكون متوسطه، يعني ولا هي هاديه قوي ولا هي عاليه، تكون متوسطه. في المرحله دي يا بنات هتلاحظوا ان جوز الهند شرب اللبن كله. اما بتيجي تمسكيها في ايدك بتحس ان هي مفتفته، مش عامله زي العجينه ان انت تقدري تشكليها. في الخطوه ديت انا هنزل بنص كوبايه من اللبن مدوبه عليها معلقه كبيره من الكاسترد. طب ليه استخدمتي كاسترد يا دعاء؟ لحاجتين اتنين. اول سبب لان الكاسترد هيمسك معايا، وتقدري تستبدليه بمعلقه كبيره من النشا عادي خالص، وهتطلع معاكي زي الفل. تاني حاجة أنا عايزة أخد طعم الكاسترد ولونه، يعني أنا عايزة جوزة الهند بتاعتي الكرات بتاعتي تبقى اللون الأورنج اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. إنما لو حطيتي معلقة النشا مدوباها في نص كوباية اللبن، جوزة الهند هتحتفظ بلونها الأبيض عادي. فدي ليكوا فيها حرية الاختيار. أنا فضلت إن أنا أحط الكاسترد أدوبه مع اللبن. بعد كده نزلت بنص كوباية من السكر على الخليط بتاعي، وهبتدي اقلب فيه حوالي دقيقتين ل3 دقايق. هلاحظ ان السكر بتاعي داب واتغلغل جوه كرات جوز الهند، ولما باجي امسك العجينة بايدي بتتشكل معايا بسهولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده يبقى تمام معايا. حاجة مهمة، حابة تزودي السكر، معيار السكر عندك دي حاجة ترجعلك، بس المعيار ده لكوبايتين جوز الهند حلوة قوي. كده انا هاخد الخليط وافضيه في طبق واسيبه بدرجة حرارة المطبخ لحد ما يبرد معايا خالص. هنا كان خلاص ما شاء الله برد معايا. هبتدي اشكله بقى. ومعايا طبق فيه شوية من جوز الهند علشان الغلاف الخارجي للكرات بتاعتي. هبتدي امسك كده حتة من العجينة وابتدي اشكلها ما بين ايديا كورة، والكرات كلها احاول ان هي تبقى متساوية بالشكل ده. وهرجع احطها في جوز الهند علشان تتغلف من بره. وكمان يا بنات التزيين دي حاجة ترجعلك، يعني تقدري تعمليها زي ما انا بعمل كده وتغلفيها بجوز الهند. تقدري تسيحي شوكولاتة بيضة او شوكولاتة دارك وتحطي الكرات فيها بتبقى حلوة قوي، وترجعي تحطيها في جوز الهند. تقدري تعملي صوص من صوص الكراميل وتزيني بيه. بصي التزيين ده ليكي فيها حرية الاختيار. انا حبيت ان الشكل النهائي بتاعي يبقى بسيط وخفيف بالشكل ده. وزي ما قلتلكوا دي وصفة تقدري تعمليها لو جايلك ضيوف او عايزة تفرحي بيها اولادك في اقل وقت هتقدري تعمليها. انا بقى هنا هخلص باقي الكمية اللي قدامي بالشكل ده. وهتخلي ايدك هي معيار او ميزان، يعني كل كورة تبقى على قد التانية، وده على حسب ملمس العجينة تحت ايدك عاملة ازاي. هنا بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها زي ما قلتلكوا، الكرات البني ديت كنت مسيحة شوكولاتة بني ونزلت بكرات جوز الهند فيها، وبعد كده طلعتها في جوز الهند المبشور. بقت عندي بالشكل ده. عايزة اقول لكم خفيفة وسهلة ولذيذة جدا جدا جدا، والله العظيم ما بتاخدش وقت. وليه تسيبي جوز الهند عندك في قلب التلاجة تخسر؟ قومي اعملي بيها الوصفة دي تفرحي بيها اولادك وفرحي بيها نفسك. حلوة قوي. عايزة اقول لكم ان هي بتعدل المزاج، بتغيره 180 درجة. عايزة اقولك كمان انك تقدري تحتفظي بيها لأطول وقت ممكن تقعد معاكي حوالي اسبوعين ل3 اسابيع وهي لسه طرية وبقوامها الحلو ده، ومش هتنشف معاكي.
هتحطيها في باب التلاجة عادي، بس هتغطيها بستريتش. ودي كانت الوصفة بتاعت النهاردة يا بنات، كرات جوز الهند. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، وهستنى تعليقاتكم الحلوة في الكومنتات. على فكرة انا بتبسط جدا بتعليقاتكم، ربنا يخليكم ويكبر بخاطركم. كتير منكم بيقول يا دعاء عايزين نتواصل معاكي ومش عارفين. يا بنات انا بسيب لكم لينك الرابط بتاع الفيسبوك بتاعي في صندوق الوصف، تقدروا تدخلوا وتراسلوني على رسائل الصفحة، هرد عليكم في الحال. كنت معاكم دعاء محمد، مع السلامة في رعاية الله.